لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل سنة وكلكم طيبين وبألف خير يا رب، وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا كلكم في الحج بإذن الله كده وأنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وإن شاء الله النهاردة هنعمل طريقة الرقاق في البيت بأقل من نص كيلو. دي هتعملي أحلى صينية رقاق، ومش لازم تشتري ومش لازم تكلفي نفسك ومش لازم تجيبي كميات كبيرة. اعملي على قدك، ولو عايزة لما تحتاجي تاني تعملي تاني مفيش اي مشكلة. ما تكلفوش على نفسكم في اي وقت في اي مناسبة، اعملوا بقد الامكانيات اللي عندكم وفرحوا ولادكم. وكل سنة وكلكم طيبين وبألف خير يا رب، وان شاء الله عيد سعيد على الجميع يا رب. احنا بنعمل الرقاق من بدري شوية عشان ممكن ياخد مننا شوية وقت صغيرين، بس بنشيل من على نفسنا حاجة ونجهز بقى تجهيزات العيد ونعمل الشقة براحتنا. ندخل في الموضوع على طول. جبت 2.5 كوب دقيق، حوالي 400 جرام دقيق، ومعاهم كوباية مية من الفلتر عادية، مش سخنة ولا ساقعة ولا اي حاجة، من الفلتر. وحطيت نص معلقة صغيرة ملح ونزلت بيهم في العجان، ولو هتعجنيهم بايدك مفيش اي مشكلة خالص. بحط المية شوية شوية علشان نوع الدقيق نفسه بيختلف من نوع للتاني، والرطوبة اللي في الدقيق برضو بتختلف. فنحط المية براحتنا كده واحنا بنعجن. لو بتعجني بايدك هتحطي بق وتقلبي وتعجني من اول وجديد، وتقلبي في العجينة لو بالايد. لكن في العجانة انا بحط نص كمية المية وبعد كده بحط شوية بشوية اللي باقيين. بعجنهم كويس. عجنتهم دي كده بعد دقيقتين عجن بالظبط. لسه هكمل فيها تاني. خدت بالظبط 5 دقايق عجن بالعجان. في ايدك ممكن تاخد 7 دقايق 10 دقايق على حسب ما يكون ملمسها في ايدك عامل ازاي. شفتوا هي عاملة ازاي؟ بتلزق بس في نفس الوقت ما بتجيش في ايديا كتير. لمتها، شوف لمتها من العجان ازاي، مش سايبة اثر. لميتها في ايدي شوية وبعد كده حطيتها تستريح. لازم تستريح، ما ينفعش اشتغل بيها كده خالص، لان هي لا فيها خميرة ولا بودر ولا اي حاجة تريح معايا العجينة او تنشطها. احنا هنسيب الجلوتين بتاعها يشتغل شوية. انا بسيبها ساعة، ممكن تسيبيها من ساعة لساعتين. كل ما تسيبيها كل ما ترتاح اكتر، بس اهم حاجة تكون متغطية كويس علشان وشها ما ينشفش، علشان انا لا هدهنها زيت ولا احط تحتها زيت ولا هعمل فيها اي حاجة خالص. ريحت معايا، ريحتها انا ساعة بس ويمكن اقل كمان عشان كنت مستعجلة ان انا اخلص. جبت صينية وحطيت عليها كيس عشان الصينية نفسها، عشان ما اقعدش اغسل بقى كل شوية. حطيت عليها كيس تلاجة مفتوح ورشتها دقيق كويس. اهم حاجة الدقيق معانا، يعني انتي بأقل من نص كيلو هتعملي. اخدنا 400 جرام للعجينة نفسها، وبقية 100 جرام هنفرد بيهم ونشكل بيهم الرقاق بتاعنا. بكورها، بتتكور في ايدي بكل سهولة علشان ريحت. لو ما ريحتش هتلزق وهتبوظ منك خالص. اهم حاجة ظبط الشغل. ظبطي الحاجة وريحيها كويس، هيطلع معاكي احسن حاجة. وكل واحدة هنكورها. انا عاملة الكورة 60 جرام علشان انا عاملة على قد صينية 28. لو عايزة الصينية 30 تعمليها حوالي 70 جرام. كورتها وكل كورة بحط على وشها دقيق. خلصت الكمية كلها. اغطيها بقى تاني بكيس وبعد كده بفوطة من فوق الكيس علشان اضمن ان مفيش هوا هيدخل لها وتنشف مني. هسيبها برضو ترتاح حوالي ساعة، يعني انتي تعمليها وتعملي حاجة في الشقة او تعملي الغدا وترجعي لها تاني. شايفة؟ علشان مرتاحة مفيش ولا فتفتة عجين في العجان. تمام. هنسيبها ساعة بالظبط، او ساعة او ساعة ونص برضو مفيش مشكلة، ونرجع لها. شايفة لما ارتاحت بقت عاملة ازاي؟ زي الفل مرتاحة كده، ونضغط عليها كده تبقى زي الفل. هجيب بقى الحاجة اللي هفرد عليها العجينة،
سواء كانت الرخامة، سواء كانت بلانشة، اي حاجة انت عايزة تفردي عليها. اهم حاجة نغرقها دقيق. رشة الدقيق اللي هنحطها تحت دي ورشة كمان فوق هي اللي هتظبط لنا الفرد معانا، وهتخليه ارق رقاق شفتيه في حياتك. ليه؟ علشان من كل العجينة معانا طرية، فكل ما نزود دقيق واحنا بنفرد هتتفرد معانا اكتر وتاخد الشكل اللي احنا عايزينه. تمام. بفرد وكل شوية بقلبها على الوش التاني وبشيلها وبحطها. ليه؟ علشان تاخد شكل الدايرة اللي احنا عايزينه. لو سيبناها كده زي ما هي مش هنعرف نخليها دايرة، وهتبقى معانا مستطيلة بيضاوية لكن مش دايرة خالص. فكل شوية بشيلها بالطريقة دي وبعدل الدقيق اللي تحت كويس، لو نقص بزود سنة بسيطة وبرجع افرد من اول وجديد تاني. كده هنضمن العجينة تكون مظبوطة، الفرد بتاعها مظبوط، التسوية كمان بتاعتها هتكون مظبوطة. ان شاء الله هنشوف التسوية في باقي الفيديو معانا. معلش الدقيق بيبهدل بس مفيش اي مشكلة، انت بتضمني نظافة وحاجة انت عاملاها بايدك، وولادك بيفرحوا جدا لما بالذات الخبز او العجين في البيت بيفرح الولاد جدا. الريحة بتاعتها بتفضل في ذكرياتهم مهما يكبروا، بيفضلوا فاكرين ان ماما كانت بتعمل لنا وكانت بتبذل مجهود ان هي تخلينا مبسوطين، تعمل لنا حاجات ضامنة نظافتها. ربنا يبارك فيهم يا رب. خلاص كده انا بوريكم مقاسها، بس للأسف ما بانش كويس من الدقيق. انا كده فردتها على المقاس ده 30 علشان هعمل صينية 28. تمام. فبتفردي زيادة 2 سنتي عن الصينية اللي انت هتعمليها، علشان ممكن القطر بتاع العجينة يقل شوية وهي بتستوي، فلازم نكون واخدين بالنا من حاجة زي كده. تمام. فردتها كده السمك اللي احنا عايزينه رقيقة جدا، وخدتها على طاسة الكريب او تاخديها على ظهر الصينية، اي صينية عندك تسويها عليها. الاول سخنت الطاسة كويس وبعد كده خليت النار وسط وحطيتها. ما تخافيش، لو كشكشت منك وانتي بتحطيها تفرديها بالراحة كده، تتفرد بكل سهولة. العجينة معانا ممتازة ومرتاحة جدا ومفرودة كويس، فما تخافيش من اي حاجة هتحصل فيها وانتي شغالة. بالذات عجينة الرقاق دي يعني من اسهل العجائن، هي ما فيهاش لا زبدة ولا زيت ولا خميرة ولا بودر ولا اي حاجة تساعدنا ان احنا نفردها، بس راحة العجينة اهم حاجة معانا. راحة العجينة، ريح العجينة هتتيجي نتيجة كويسة جدا وانتي بتعمليها. يعني انا كنت اتلسعت عشان ايديا ضغطت بزيادة على الرقاق، فرحت جبت سباتيولا. اي فقاعة تخرج من الرقاق انا بموتها، ما بحبش الرقاق يكون فيه فقاقيع عشان بيتكسر على طول. حتى لو هتخزنيه شوية عندك هتلاقيه الفقاقيع دي بتتكسر، لو حركتي الكيس من مكان لمكان هيتكسر منك. فاضمن حاجة ان احنا نموتها واحنا بنشتغل، ما احنا اللي عاملينه بقى فنعمل اللي على مزاجنا. فدوت من مميزات انك تشتغلي الحاجة بايدك، تعملي الحاجة اللي على مزاجك وتطلع مظبوطة ان شاء الله وزي الفل. هنبدأ نقلب الرقاقة معانا من وش للتاني، كل مثلا 30 ثانية بنقلبها لغاية ما تكون معانا بالشكل دوت. هتلاقيها مستطرية سنة كده، بس ما تخافيش، اول ما تتهوى معاكي هتاخد النشفان المظبوط مع الهشاشان المظبوط بتاعها وهتبقى زي الفل. اهم حاجة بقى بعد ما نطلع الرقاقة من الصينية او من الطاسة، نمسح مكانها بمنديل مطبخ كويس جدا عشان الدقيق اللي بينزل يتحرق، وكمان او بفوطة قطن. اهم حاجة الفوطة لازم تكون قطن، ما ينفعش نعملها بفوطة داخلها بوليستر عشان هتتحرق منك وممكن تلزق في الطاسة. تمام. نبدأ بقى في الفرد الحاجة. يعني واحنا بنسوي المفروض، يعني انا بسيب حاجة على البوتاجاز بس هنا بس عشان كنت بصور اول واحدة، بسيب اللي بتتعمل على البوتاجاز وباخد افرد اللي موجود معايا وبتابع. هنا لو بتعملي في فرن او بتعملي على طاستين ممكن تاخدي اتنين وتفرديهم مع بعض
بس انا علشان بس اهم حاجة دي اللي ما بينهم واللي تحتهم واللي فوقيهم كمان، بس انا علشان بعمل في طاسة واحدة فلازم ناخد واحدة واحدة افردها. بتابع يعني بفرد فردتين وبروح اقلب اللي على البوتاجاز وارجع افرد تاني، بكده بكون خلصت دي ودي. وعقبال ما اللي على البوتاجاز تخلص بتكون دي كمان خلصت فردها، وبروح حطها على طول. وبكده ما بياخدش منك التسوية وقت، وفي نفس الوقت بتكوني انجزتي حاجة. يبقى انت كده خلصتي الرق بتاعك، وهتاخديه بعد ما ينشف خالص. انت حطاه تحت مروحة، انا فردت ملاية نظيفة وحطيتها على السجادة او على السفرة، وتشغلي عليها المروحة، وبكده تكون ضمنتي ان هو ناشف كويس. وتشيليه في كيس مقفول لغاية ما يجي العيد بإذن الله، وتعملي احلى غدا في العيد ان شاء الله. هنا بفرد برضو تاني كويس، لقيتها لسه صغيرة على المقاس بتاعها. كورة اللي هو 60 جرام هيعملك الصينية 28، 70 جرام هيعملك الصينية 30، وهكذا عشان تخلي كله قد المقاس بالظبط. وزنيهم، اكيد كلنا عندنا ميزان في البيت. شايفة رق العجينة عامل ازاي؟ ورقة ما شاء الله. العجينة عشان مرتاحة كويس بتدينا نتيجة ممتازة. وباخدها وبحطها وخلاص كده، بسوي واحدة ورا التانية. اي حاجة اتنت تفرديها، اي حاجة كرمشة تفرديها، مفيش اي مشكلة. معاكي عجينتك مرتاحة وحلوة كده، فهتسمع كلامك في كل حاجة بتعمليها. شايفة كان بتتني وبتتشقلب مني، والحمد لله ولا حصل لها اي مشكلة. تمام كده. انا هفضل بقى اسوي الكمية كلها كده بنفس الطريقة، وبفرد بنفس الطريقة، وباخد اللي انا بطلعها على الصينية دي بحطها تحت المروحة على الملاية بره، وكله بيتهوى وبيكون زي الفل كده. خلاص خلصنا، وما شاء الله الطاسة زي الفل اهي. يا دوبك نسيبها تبرد وبعد كده نغسلها. ما شاء الله كمية الرقاق عملت لي 10 رقاقات ونص. كان في كرة صغيرة كده تقريبا 30 جرام، يعني عملوا لي 10 رقاقات ونص. ما شاء الله. شايفة عاملين ازاي؟ تسوية وسمك، اهم حاجة السمك، سمك رقاق. وكمان ما شاء الله وانا بشربه ولا كان بيتقطع ولا كان بينزل مني في الحلة. وهوريكم ان شاء الله الجزء التاني التسوية بتاعته عاملة ازاي. بألف هنا وشفا.